مساء الخير مشاهدينا، رمضان كريم عليكم. طبعا اليوم حلقة استثنائية جدا عندنا اليوم بضيافة واحد من أهم صناع النجوم بالعراق. طبعا تعددت التسميات، يعني كاتب أو فنان أو ممثل، بس راح نقدمه بالتسمية اللي يحبها المخرج الكبير علي فاضل. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك اسامه. شنو هالتعريفات الطويله العريضه هذه الخطيره؟ انا يعني تدري انا كلش انزعج من كلمه الكبير، لانه الجمهور عباله انا طالبها من الناس، فاني لا كبير ولا صغير، انا يعني فاضل. وموضوع هو هذا جاي اصلا من المسرح. احنا بالمسرح من كنا طلاب دائما كبير كبير، فمستمره ولزقت بعدين السالفه. طبعا قصة كبير دا أسألك عليها اليوم، لأن أغلب الناس اللي يعرفون علي فاضل شخصيا سموه كبير. الاصدقاء ممكن كل اللي بالوسط كبير، يعني سوينا نقول مثل علي فاضل ايه رايح الكبير، يعني الناس اللي بالوسط كلهم حتى اللي هم خارج ولايه بطيخ. يعني نسال احد الممثلين، طبعا هو من ولايه بطيخ بس اشتغل بغير اعمال، فداحكي اقول له انا اعرف كبير، قال كبير اي تعرف خلاص بدون ما ذكرنا اسم علي فاضل. فبعيد هي مو سالفه غرور ومثل سالفه اللقب اللي يعني انتشر، يعني كل المقربين الناس ما يقدرون يقولون علي فاضل، هو كبير معروف. وهو طبعا هم من الاسم يلعب دور، يعني اسم علي، يعني أنا كلش أحب اسمي وفرحان بيه، بس هو بنفس الوقت لين أكو هواية علي فلازم تتسمى باسم أبوك حتى يميزوك، لأن أنت بحياتك أكو فد 100 علي، فعلي فاضل، علي محمد، علي حسن، لدرجة أنه أوس أخويا من يقول رحت لعلي فاضل، قلت له بابا إحنا بالابتدائية إحنا بصف، قول علي، يقول مو يا علي بيهم، إحنا بس بالشركة عندنا 3 علي دائما دائما يعني. ودائما الاسم علي او محمد ما تلقى اسمه واحده، يعني اصدقاء تقول علي قاسم، علي فلان، او محمد باسمه، فلان. او المصريين باسم ابوه، يعني يقول لك يسوع حنيدي، سعد، حلمي. صح صح صح. هو مثل اللقب مو دليل على وانا شيء. ليش انا ما احب اللقب هذا؟ لانه اعرف الناس الصيد وما العكر يحاولون يوصلون معلومه للجمهور انه انا طالبها، انا ما طالبها. يعني بالعكس، اصلا انت في بعض الاحيان تحتاج انه الناس تحكيك بطريقه حتى في يعني حتى تكون بها نوع من الشقه، لان انت يعني مزدحم ومشاكل ومشاغل وكذا، فما حلو انه واحد يصيح لك الكبير وانت مثلا تشاقون وتضحكون، لا تقول لي علي. فانا بالعكس انا كلش احب اسمي ومفتقده. لان كلها تصيح كبير ما حد يسأله. طبعا احنا بضيافتك اليوم، وانا هذا الكرسي طبعا كرسي علي فاضل والله يعرفه. هذا اللي الكرسي اللي دخل الموسم الرابع، وبالخامس انا اصلا ما قدمت به السادس، واحب هذا الكرسي كلش. مو احب الكرسي من المبدا انه واحد يكذب بالكرسي، بدليل احنا انطيناه طواعيه لعلاء العلاء ابراهيمي اخذ الكرسي. اي بس لا، احب الكرسي. يعني انا متفائل متشائم دائما، حياتي هيك اتفائل واتشائم. فمن جبت الكرسي الموسم الرابع وكانت يعني كان موسم مثمر، فتمسكت به. انا هذا فتحه خير راح يكون هذا الكرسي. نريد ندخل راسا باعمال رمضان. بنج عام يرجع بجزء ثاني. الجزء الاول طبعا كسر الدنيا، كان كتابه احمد وحيد واخراج علي فاضل. هواي قصص صارت وقصص واقعيه وهاي، بس اكو شغلات نقدر نقول انه صارت عليها مثل الترندات او الراي العام دا يحكي على قصص، يعني اكو حلقات صارت ترند بين مؤيد وبين معارض، انه لا هاي اكثر جراءه، لا هاي مو واقعيه وغير شغلات. بالجزء الثاني بنج عام محافظ على نفس الجراءة رغم كل هالانتقاد اللي صار لبعض القضايا تحديدا، يعني الجريئة. احنا يعني دائما اقول انا واحمد وحيد احنا المسؤولين عن صناعه هذا المحتوى. احنا بالبدايه كنا بدنا نصنع محتوى بسيط جدا يشبه مرايا وبقعه ضوء السوري. انا اول حكايه قلتها لاحمد، قلت له احمد انت افكارك حلوه، معالجاتك حلوه، خلينا نسوي فد شيء اطول من السكتش. ما كان بذهني راح ادخل منافسه والعمل ياخذ افضل عمل درامي وانا افضل مخرج، لان احنا نسوي شيء بسيط. وهذا العمل البسيط تطور اثناء التنفيذ. يعني بالبدايه كنا نسوي اشياء بس فقط كوميديه، بعدين فكرنا نسوي اشياء دراميه، من نجحت عندنا بالتنفيذ كبرنا الموضوع. لكن احنا ما نشتغل كنا، وهاي دائما اقولها، ما كنا نشتغل شيء احترافي مثل ما نشتغل بالدراما. احنا نسوي سكتش شويه اطول، فحتى ما كنا معتنين بالإدارة الفنية بالزوايا. يعني أكو أشياء، يعني أكو لمسة إخراجية ممكن جديدة، جرأة أكبر، لكن ما كان أكو تخطيط أنه نسوي عمل صادم. ممكن هو صدم المشاهدين لأنه كان يعني عكس السائد. الأعمال الدرامية العراقية دائما تكون بها
نمط معين بالاخراج، كاميرتين، ماكو هاي الحركه الهاند والزوايا المتطرفه والزوايا الغريبه وزوايا المعنى، ما كانت اكو هذه بها قصديه. فلذلك الجمهور اعتبره جديد، لكنه مو جديد، هو شيء كلش بسيط وانيق فقط، يعني اعتنينا باناقه القصه والصوره فقط. الموسم الثاني حتى علينا انه نسوي تغييرات، لكن انا دائما احب اجرب، ولذلك كان الجديد بهذا الموسم انه ندخل مخرجين يشتغلون لاول مره حتى نطلع بحصيله جديده. بالاخير القصص جريئه والزاويه الحلوه حتمر مرور الكرام، لكن احنا بالوسط محتاجين انه نقدم مخرجين شباب. هذا هو الجديد اللي حاولنا نقدمه بالموسم الثاني، احنا قيد التصوير بعده. طبعا بنج عام الموسم الثاني اللي اكثر من مخرج، هاي راح ترجعنا لولايه بطيخ. طبعا الموسم انت ما كملته كله، كم حلقه بعدين كملوه بغير اخراج. الناس ظلت انه علي فاضل، يعني اكو سكتشات صارت اللي اخراج امير ابو الهيل، وحتى ما متدخل حضرتك بفريق الكتابه، بس ظلت الانتقادات انه علي فاضل، انه علي فاضل مسؤول على بطيخ حتى اذا هو خارج ولايه بطيخ. فممكن نفس الشيء يصير ببنج عام 2، انه مثلا القصه تكون اخراج احد الشباب او شيء، وتكون اللي يتحملها راح يبقى يتحملها علي فاضل واحمد وحيد، لان انت سبق قلت انهم صناع العمل، يعني ما خفت من هيك شيء انه هذا راح يمثلون اسمك، راح يكونون هم علي فاضل الشباب. احنا دائما من نجي نشتغل بولايه بطيخ ننتقد، يعني ننتقد الحكومه او السياسيين او الاحزاب، احنا نقول ذولا مشلبين بالكرسي، ما ينطون فرص، الشباب دا يتاذى، الشباب دا يتعب. زين هذا النهج اللي احنا معتمدين بالنقد. زين يصير احنا من بسياستنا العمليه نظل متمسكين، يعني انا كعلي فاضل تجيني فرص اخراجيه بالسنه 3-4 فرص، اذا ابقى انا بس اشتغل وحدي، اولا فنيا وتجاريا راح اخسر، تجاريا ما راح اخذ فرص اكثر، باعتبار انا بالاخير انا واحد، يعني شخص واحد عندي طاقه بالعمل، ما اقدر اشتغل اكثر، انا اشتغل باقصى طاقتي. زين ففنيا تجاريا راح استفاد اذا كان اكو اكثر من مخرج وياي بالشركه. فنيا اكو شيء اكبر من الربح، انه احنا دا نحس بانه التغيير راح يجي عن طريق الشباب فقط، لانه الشباب عندهم فرصه للنجاح. يعني مخرج مثل مصطفى كريم مثلا على سبيل المثال من الشباب المشتركين، مصطفى تشكل وعيه بطريقه تختلف عن علي فاضل. انا على ما شفت ما يحدث بالعالم كان عمري بعد دخول السوشيال ميديا اللي دخلت، خلينا نقول غزتنا 2010 مثلا اكثر، 2014 15 13 16، انا عمري بحدود ال 33 34 سنه، بينما مصطفى عمره 20 سنه بدا يطلع على التكنولوجيا الحديثه، بدا يشوف، بدا يتعلم. لذلك هو جيل يختلف عني ويختلف عن الاكبر، فلازم ياخذ فرصته. اوكي خلينا نقدم خساره، وانا هنا احب ادافع عن ابو الهيل همينه. ابو الهيل مخرج ممتاز جدا، لكن هو لزم اكبر برنامج كوميدي بالعراق، ولايه بطيخ، صح. فلازم ننطيه فرصه، لازم ما نحكم عليه بشكل مستعجل، لانه بالاخير لازم يطلع ابو الهيل، ولازم يطلع مصطفى كريم وحيدر الشامي ولؤي فاضل، وبعد وجبه جديده. احنا دا نشوف الموضوع محتاج فقط مجازفه وجرأه، بس من اكو جرأه انه تعتمد على هذول الشباب، الجمهور راح يبدي يناقش. زين هو الجمهور اول حكايه دائما يحكي لك اياه، يقول لك تشلبتوا ليش بس فلان وفلان، ليش بس علي وسامر وعلان والاسماء المتداوله، ليش ما نجيب ناس جدد؟ فاحنا هذا الهدف اللي عندنا، خلي يجون ناس جدد، خلينا نجربهم. يغلط بزاويه، يغلط بحلقه، يغلط بمعالجه، يغلط بكذا، بالموسم اللي بعده انا متاكد راح يكون افضل. وفعلا هو يعني ولايه بطيخ كان اول عمل عراقي يقدم ستاف كوميدي كامل، ممكن السعايشه عليه الدراما العراقيه. يعني احنا السنوات ظلنا محصوره بعده اسماء كوميديه متعدده، من اجى ولايه بطيخ لا نقدر هسه نعدد افضل 5 نجوم ممكن بالعراق كوميديان، راح نشوف ولايه بطيخ اكيد بهم 3 مثلا من نجوم الولايه، فممكن كمخرجين همين يساعدون. نرجع لهذا الضوء اللي حكينا به، هويه العمل العراقي. تحس انه دائما انه ما عندنا هويه، يعني تشوف الاعلانات حتى مع رمضان الحالي تشوف اكو دا يحاول انه يرجع للدراما التركيه، شبيهه بالطريقه التكنيك مال الدراما التركيه او حتى المصريه، ما عندنا هويه تشبه العراق. يعني مثلا نشوف لبنان اللي هي ما تعتبر عالميه مثلا، مو مثل مصر مثلا بالشرق الاوسط، بس اكو هويه للعمل. يعني نشوف افلام نادين لبكي اللي اخذت اوسكار، وافلام عندهم هويه بالطرح.
احنا ما عندنا هويه معينه، نعرف انه هذا عمل عراقي من خلال مشهد، اذا تشوف مشهد صامت مثلا ما راح تعرف هذا عمل عراقي. شوف انا احكي لك شغله، اولا مشكله الهويه مشكله متشعبه. مشكله الهويه ما تتعلق بالفن قدر ما تتعلق بالبلد وبالمجتمع. العراق هو ما بيه هويه، كبلد ما بيه هويه. ليش؟ بسبب التعدديه. يعني احنا البلد اكثر بلد بالمنطقه، عندنا لهجات وطوائف ومحافظات. يعني المحافظات لها خصوصيه، اقصد تختلف. يعني انت اذا تباوع بمصر هو اكو لهجه عامه يحجون بها كل المصريين، والباقين يكونون داخلين ببساطه، البورسعيدي، الاسكندراني، الصعيدي، لكن اكو لهجه متفق عليها المصريين. هسه احنا ببغداد ماكو لهجه متفق عليها، يعني بنفس بغداد، وهاي جربناها بالطائفيه الله لا يعودها الايام. بالطائفيه كان ممكن القتل على اللهجه، لانه اكو لهجات فتقدر تميز من اللهجه هذا من اي مكان. من اي مكان. زين انا من اجي اعمم لهجه فلان طائفه هي اللهجه الرسميه، فالطائفه الثانيه يقول لك لا، اذا انت ما تحكي عن عمل عراقي، اذا تحكي عن عمل يخص طائفه. هذا نحكي باشياء بسيطه. نذهب الى مكان ابعد، انه هويه الدراما العراقيه ما تشكلت لان الدراما توقفت من زمان. يعني ترى الدراما العراقيه مشكلتها من بعد 2003. العراق قدم دراما رصينه تركت بصمه، بدايه مع الراحل ابراهيم عبد الجليل بالنسر عن المدينه، اللي هو مخرج اصلا مو عراقي، هو اصلا مصري. بعدين بدت تظهر بصمات مخرجين، عمان الرسام. يعني دا احكي لك هسه انا منشغل بالعمل، اكو هاي اسماء ما تحضرني. بعدين ظهر الجيل الاحدث، جيل حسن حسني بالثمانينات، ومجموعه كبيره من المخرجين. فكان كل فتره يظهر جيل يترك بصمه. بعد الثمانينات احنا بالتسعينات توقف عندنا، ماكو عندنا جيل جديد ظهر مثلا كمخرجين. يعني الجيل اللي ظهر بالتسعينات ظهر في فتره صعبه، طبعا ما احملهم، بالعكس بهم هوايه اساتذتنا، لكن ظروف انتاج الدراما تغيرت، ظروف المعيشيه تغيرت، الحصار خلى عجله الدراما تبدي تتعثر. بعد 2003 صارت الدراما دراما اجنده. انا قناه خاصه، والقناه يا اما قناه الحكومه او القنوات الخاصه. قنوات الحكومه عندها هدف واحد، هو ابراز مساوئ النظام السابق، والقنوات الخاصه ابراز مساوئ النظام الحالي. فصار اكو صراع غير مدروس ما ولد هويه للدراما العراقيه. كل دراما بالعالم في بلد تحاول التركيز على جوانب معينه بالازمات. يعني مثلا بالخليج انت من تروح ناس ما عندهم مشكله، ما عندهم مشاكل حقيقيه، فيطلعون الدراما العائليه، الخال مو خوش ادمي، والعم ظالم، والام مو زينه، والام مظلومه، والاب ما اعرف شنو، لان يحاولون يخلقون دراما بها هويه تناسب، تقنع الجمهور. يعني ما اقدر اقول لك اكو بالخليج فقير، يعني ما راح اقتنع، فلذلك بس اكو اب ظالم ممكن. احنا ما قدرنا نسوي هويه للدراما لان قلت لك اكو صراع بين جهتين انتاج، جهه تحاول تقول النظام الحالي مو زين، وجهه تحاول تقول النظام السابق مو زين. فاول مشكله بالهويه انه احنا ما نروح نحاول نلقى لنا زاويه نصنع منها دراما. هسه بالجديد اكو جهه انتاج معينه تحاول تسوي اتراك، طلع لوكيشن انيق وبنيه حلوه وزي حلو وكذا، حتى نقول والله على الاقل نمتع عين الناس. انا ضد هاي الدراما، مو هي هاي الدراما العراقيه المفروض تنطرح. هذه دراما انا اسميها دراما الكرتونيه، او مو الكرتونيه، هاي دراما الفلينيه، مو فليني. هاي دراما الفلينيه انه انا اسوي واقع من الفلين واقول هو هذا الواقع جميل اتفرج عليه بالوان حلوه، ويلا خلي لا 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 لا، خلي نروح الى ازمه، حتى لو مو ازمه يعني حكومه ونظام وشعب، لا، اكو ازمات انسانيه تولدت عبر هاي الكوارث اللي مرت علينا، ممكن نناقشها وتجيب مثل ما شفنا ببنجعام مثلا، مشكله الشخص اللي احتياجات خاصه، او مشكلات الزواج، او مشكلات البيوت، التجاوز، ازمه الشرف. لا انا حتى اكو ازمات اعمق. يعني هسه طبيعه المجتمع المنفتح اللي بدا يتقبل الطلاق ولد لنا تداخل عجيب بالعلاقات الانسانيه. ممكن ننطلق مننا لتكوين دراما. ليش دا يصير هذا الشيء؟ ليش دا تصير انفصال سريع؟
ليش دي يصير مجتمع ليش هش بهالطريقه؟ الاب ليش غايب؟ يعني انا احكي لك تفاصيل كلش بسيطه، اذا رحنا للعمق راح نلقى تفاصيل اعمق واهم وادق. ويعني انا متفق وياك انه الدراما العراقيه ما بها هويه بالطرح، هويه بالشكل، هويه بالتمثيل، هويه بالكتابه. اكو كتاب جدد ممتازين جدا، ممكن هم يعني يتكفلون يكون على عاتقهم صناعه اول شيء هويه شكل عن طريق الورق. بالموضوع هذا نفسه اللي هو موضوع الهويه طرحت عده امور فارد اوقف وياها. طبعا ما حد يعرف ممكن من الجمهور او قليل اللي يعرفون ان حضرتك متابع جدا للافلام، يعني تحرص انه فيلم اذا نزل جديد بالسينما مثلا عربي تروح تشوفه. فمصر بالسبعينات هم صار عندها هاي المشكله انه الهويه غايبه، افلام تجاريه تتصور بلبنان، افلام على مود الحرب اللي صارت ب 72 بالثمانينات مع دخول مخرجين جديدين حتى سموهم مخرجين الواقعيه مثل عاطف الطيب واسماء عديده، طبعا علي عبد الخالق، هذول المخرجين اللي اطوا للسينما المصريه شكل جديد. يعني ممكن افضل فتراته فتره الثمانينات افلام مثل سواق الاتوبيس، ظهرت التخشيبه، تعددت الافلام. هاي الافلام ما جملت مصر، لا بينت المعاناه، الفقر، القبح، كل الازمات اللي صارت، بس انطت حلول، انطت معالجه وانطت حل، بس ما كذبت، ما انطت واقع وردي. مثل المسلسلات التركيه تعتبر مسلسلات سياحيه، اظهار الجمال الموجود بتركيا، شخصيات جميله، دعايه يسوون دعايه للسياحه، بطل جميل وبطله جميله، والقصه تكون كل السطحيه، ومشاكل اجتماعيه مثل ما قلت حضرتك، مثلا وحده تدخل طرف ثالث بالعلاقه بيناتهم تصير خيانه وتتعدد الازمات. انا هنا ابي اضحكك بشغله وضحك الجمهور همينه. تدري يعني من رحت تركيا ادور ما لقيت مهند بالشارع ولا لقيت نور بنات تركيات شكلن اعتيادي، بس واحد يقول لك ها تقلب، لا فعلا يعني اللبنانيات هواي احلى، السوريات هواي احلى، يعني واكو هوايه بنات مو جميلات، لكن مثل ما تقول انا دا اسوق فلازم اختار بنيه جميله. حتى انا من رحت قلت لا ماكو بنيه تركيه بالشارع، انا هذا مو بحث عن بناتها، ما راح ادور على البنات الحلوات لا، بس انا رايح دا اشوف هل عناصر الدراما فعلا هم دا يلعبون على هذا، على الواقع الموجود، على السياحه لو على الواقع. فبالواقع لا، لقيت الناس الاثرياء قليلين، ناس كادحين، واغلبهم طبقه وسطى موظفين، البنات جمالهن اعتيادي ومتوسط دون المتوسط، الشباب جمالهم اعتيادي ومتوسط ودون المتوسط. لذلك احنا اوكي، احنا ممكن نستهلك هاي الدراما التركيه ونجيب، لكن احنا ببلداننا اكو واقع ممكن يطلع من عنده دراما عظيمه، وممكن نشتغل فانتازيا، ممكن نشتغل دراما فانتازيا، لانه يعني كل شيء يتحمل، يعني بلد بيه هجره وبحروب وبسفر وبهواي تفاصيل، يتحمل كل انواع الدراما والماطر. او بالنسبه للموضوع الجميل والجميل للدراما التركيه، طبعا ذكرت جمله للكاتب الكبير المصري محمود السعدني، قال لان المصريين كانوا يستخدمون نفس الطريقه بافلام السبعينات وقبلها، بطل جميل حسين فهمي مثلا، نجلاء فتحي، مرفت امين، الجميلين، فقال كانه النحيف الضعيف القصير ليس له حق ان يحب او يعشق او تكون له قصه، لان كانت يقتصر همنا دائما على الجميل، لازم يكون جان ويا نجمه جميله حتى يكون اكو فيلم. فنفس الشيء صار عندنا. بالنسبه للهويه العراقيه، مثلا السنه جاء من قناه العراقيه السريانيه، برايك اذا صار اكو لغات ثانيه للدراما، يعني نشوف مثلا اكو دراما ناطقه باللغه الكرديه او باللغه التركمانيه او باللغه السريانيه، برايك هذا مضر او مفيد للدراما اذا تعددت هيك انواع؟ صار مثلا تشوف عده دراما انتاج مختلف لو يصير وصولها اقل. هو باوع، انا احكي لك شغله، اي نوع دراما يعني اي لغه تحكي، هي المهم التصنيع. هسه احنا احكي لك كصانع محتوى عندنا مشاكل كبيره بالتصنيع قبل ما نحكي عن اللهجه. يعني ممكن تصير دراما سريانيه بس تكون محبوكه. احنا مشكلتنا مشاكلنا بالدراما تبدا من منطقه بعيده، اولا الفكره والنص، الكتابه، السيناريو، الحوار، كملنا الورق، حنطب اشكاليه ثانيه المخرجين. احنا مخرجين اكو قطيعه كبيره، يعني عندنا مخرج عمره 60 وعندنا مخرج عمره 30، اكو فرق اجيال كبير. المخرجين اللي عمرهم 50 يعني اربعينات بالعراق قليلين جدا، تدري لو لا؟ يعني احصي لك مخرجين الاربعينات المشتغلين اعمال دراميه
تلقيهم كلش قليلين، او مخضرمين او لو شباب. مخضرمين لو شباب. هذا دليل على انه اكو انقطاع. تصنيع مخرج ماكو، المخرج مو مثل الممثل، المخرج تراكم خبره، يراد له زمن طويل يشتغل يلا يصير مخرج. يعني مثلا اني بلشت اشتغل اخراج سنه 2002 كشاب متخرج من كليه فنون جميله. اول عمل درامي بحياتي حقيقي اخرجته واني عمري، يعني انا بلشت 20 اخرجت وانا عمري 37 38. يعني 17 سنه 17 ضايعه. سنه من العمل، يلا قدرت اصير مخرج ويقولون عليه بعده صغير، بعده جديد، عظمه طري اخضر زين. نروح بعدين المشكله اللي بعدها الممثلين، باعتبار انه الاعمال قليله، احنا ممثل الزين من يقعد هوايه يعني مثل لاعب كره القدم يصير عنده مشكله. زين ننتقل للجيل الشاب اللي ما يلقى فرصه. هذا كله دا احكي لك اياه قبل 2015. بعد 2015 ودخولنا العمل كجهات انتاج كصناع محتوى شباب تغير الموضوع. اكاد اجزم انه نجاح شباب ولايه بطيخ هو اللي حفز جهات الانتاج الكثيره على تصنيع محتويات يقودها شباب، لان صار اكو ايمان بالشاب. يقول لك يلا خلينا نسوي اثير جديد، خلينا نسوي غسان جديد، خلينا نسوي اوز جديد، خلينا نسوي سام جديد. مشكله التمثيل الدرامي، التمثيل الحديث اللي نحكي عليه اللي دا يطلع بالعالم هسه بالنتفلكس نشوفه، هذا مو سهل. يراد تراكم خبره، يراد له ورش، يراد له تصنيع، يراد له مخرجين عندهم خبره، يراد له مدارس تمثيل حديثه. فننتقل من التمثيل نروح للكارثه الكبيره اللي هي التقنيات والتقنيين. تخيل هسه مثلا ستدي كم جديد داخل صناعه المحتوى، هذا اللي يعني ما اعرف اسمه بالضبط بس انا شايف شكل الستدي كام. احنا العراق كله عندنا يوزر واحد بالستدي كام، عندنا بس مصور ستدي كام واحد بالعراق كله. بالعراق كله. هاي كارثه. زين احنا بدنا نصنع مسلسل وما عندنا شخص يوزر على الجيمي جيب، ما عندنا. يعني كلهم طبعا يعني حي قناه كربلاء، كلهم يشتغلون قناه كربلاء باعتبار عندهم مناسبات دينيه فيحتاجون الجيمي جيب ويحتاجون الستدي كام، بس عندهم تلقى مصور. هاي كارثه. انت ما عندك تقني، ما عندك تقنيه. مثلا شاريو، احنا الشاريو انواع، الشاريو يعني الجمهور اللي حتى يعرف اللي هي وانا ما اعرف السكه اللي عليها عربه وتتحرك اثناء التصوير. الشاريوهات الحديثه البانثر يسموها هذه، بالعراق اكو واحد بس عندنا، ما عندنا. بينما بمصر من تروح تلقى التقنيات شركات، هذا اقل شيء، شركات عندها كل التقنيات. فبالتصنيع انت محتاج تقنيات، محتاج تقنيين. احنا من السبعينات من الثمانينات توقفت عمليه مهمه بالعراق. كان اكو دائره السينما والمسرح تدس سنويا ناس يتدربون على الاجهزه الحديثه بالتصوير من بالخارج، بروسيا، بانجلترا، بفرنسا، باوروبا، يعني بشكل عام بشرق اسيا، يتدربون على التقنيات على حساب الدوله ويرجعون محملين بالخبره ويعلمون الناس. احنا ما عندنا، الدوله ما تهتم للفن. ما يعني هسه بعد ما صار عندنا نجاحات ببنجعام وكمامات وطن وهل بدأوا يتحركون. هسه تشوف انت وهم خلف الله على الحشد، على الدائره يعني اعلام الحشد اللي بدا يتحرك يصنع مسلسلات يخلد بها بطولات شهداء الحشد والاجهزه الامنيه. هنا بدا يصير حركه صناعه عن طريق جهه حكوميه او شبه حكوميه، لكن ماكو الدوله ما تدز احد يتدرب. يا ريت هسه انا ذاك اليوم دا اسولف الولد اقول لهم خلينا نجيب لنا شاب صغير نعلمه على الجيم يجيب على مود نعلمه على الاستدي كم يكون عندنا مختص. اي وطبعا انا كنت داس على الموضوع اللي انطرح بشكل كبير رمضان السابق، اللي هو موضوع تخليد شهداء الحشد الشعبي والجيش والشرطه وكل القوات الامنيه، خصوصا بعد عمل الاختيار الاول وفيلم الممر سبقه طبعا بشهر تقريبا. قال لك احنا عندنا بطولات حقيقيه، ليش ما تصير بدراما؟ واعتقد حضرتك رديت قلت انه الامكانيه صعب انه نسوي هيك عمل الاختيار اللي الجيش ساعد به متكلف ملايين. انا اقول لك شغله، هسه حتى الاختيار اثنين هم الناس عبالهم الناس عبالهم انه الاختيار ينتج ب 100,000 و 200,000 دولار. لا، الاختيار اذا حسبنا الجهد اللوجستي للجيش بالدعم ويا توفير المعدات المجانيه من كل شركات اللي مختصه بالدراما بمصر، احنا بدنا نحكي على اعمال ميزانيتها 5 و6 مليون دولار. لان انا منطيك الجهاز ببلاش، هذا فلوس، انا متاجره انت وتشتغل، هاي بفلوس. لما نجيب لك ناس تشتغل وياك ببلاش
تبني لك مواقع، هاي فلوس. اني من عتبوا علي السنه اللي فاتت ليش بتشتغل؟ انا مو بكيف اشتغل، انا رجال صاحب شركه انتاج، تعال عم انطيني فلوس اشتغل لك. انا مو ضد انه نخلد بطولات الاجهزه الامنيه والحشد، لكن هاي تحتاج فلوس، تحتاج جهد دعم لوجستي، يعني سيارات، طيارات. السنه عندنا قصه ببنج عام اسمها بستان النار، حيخرجها مصطفى كريم. الجيش انطانا موافقات وجاب لنا معدات ووقف ويانا، فراح نقدم. لكن انا لو ما يوقف ويا، لو ما توقف ويا وزاره الدفاع والجيش، شلون اقدر اقدم؟ يعني اصنع دبابه، لو اصنع طياره، لو شو اسوي بالضبط؟ انت تعرف هاي الطياره الهليكوبتر حتى تطير نصور بها كلفتها تقريبا من 100,000 دولار، من جيبي ما اقدر اسوي هيك شيء. لكن اذا جت وزاره الدفاع ساعدتني، ومثل ما تسوي حاليا مشكوره، يعني راح نقدر نسوي شيء. مشكله كبيره يا اسامه انه الناس مو صادقين بنواياهم، يجون تجي منظمه معينه او حزب معين تهد عليك جيشها الالكتروني حتى تسقطك امام الجمهور انه انت عندك اجنده وانت كذا. لا حبيبي، ما عندي اجنده، هاي قدام الكاميرات دا اقول. اي جهه حكوميه تريد ان ننتج عمل عن بطولات الجيش او الحشد او اي جهه خالده بعطاءاتها لهذا البلد، احنا قاعدين ومنتظرين يا انطونا فلوس وما ندور ربح وياكم، لا احنا نريد نسوي عمل محترم. وهالسنه راح تطلع اعمال محترمه، لانه الحشد ما قصر. يعني انا دا اعرف مديريه الاعلام بالحشد دا تصرف، حتى حقهم هذا، ناس قدموا شهداء يريدون يخلدون ابطالهم، واحنا المستفيدين. ليش؟ لان عندنا شباب جدد راح يشتغلون بالتصوير وبالاضاءه وبالاخراج، هذول بعد هاي الاعمال حتصير عندهم خبره اكبر، لان خصوصا هاي الاعمال صعبه باعتبارها ميدانيه وخارج التصوير يكون بها صعب، فرح نطلع فنيين من هذه الاعمال. بارك الله بهم. لكن هي اللغه شنو؟ هي اللغه جمله فعليه وجمله اسميه. اي صح. الاسميه مبتدا وخبر، الفعليه عاد نطير السعد غنى نطير السعد. يعني ما ادخن، يعني عندي ربو، يعني حتى اللي يعني حتى ما اقعد يوم واحد يدخن، تدري ربو ترى مو بس الاختيار، عندهم مجموعه مرتده انتاج الدوله. لكن اكو اعمال مثل ما تقول لا محتاج انه احنا نروح في مكان حقيقي، وهذا اللي صار. كان كل مره يجينا 3-4 ضيوف بس من مختلف الثقافات ومن المستويات، نجوم دراما قوه، كنا نقشمر بين قوسين اصحاب القنوات واصحاب رؤوس الاموال انه يصرفون.